لازم انه القصه دي لازم نعرف هي فين. لازم مهما كبر السن لازم نعرف هي موجوده فين. لازم نعمل اشعه. ايه اهميه كده؟ اهميه كده انه الخصيه تحت درجه الحراره العاليه دي ممكن يحصل لها تغير خلوي. يعني الخلايا بتاعتها تتغير. يعني تبقى خلايا مش كويسه. يبقى وجود الخصيه بره صحيح هي غير لكن عامله، هي مش شغاله، لكن لن تتحول الى شيء خطير. على الاقل تبقى موجوده تحت ايدي، احسها، لو فيها اي تغير اقدر اخد بالي منه. انما طول ما هي جوه الجسم كده ممكن يحصل فيها التغير الخلوي ده ومحدش عارف حاجه. فدي شيء مهم جدا بنقول عليه وبنشير اليه. وده التدخل الجراحي يا دكتور، يعني بعد الاشعه طبعا لو هي موجوده في مكان ما، في مكان تدخل جراحي او مكان نقدر ننزلها في كيس الصفن بننزلها مباشره. لو عاليه شويه ممكن ده يتم على مرحلتين ساعات، على مراحل. تمام. التدخين بقى يا دكتور، يعني دور التدخين وكمان تناول الكحوليات، يعني يمكن الحمد لله بلدنا يعني ما فيهاش العاده السيئه دي، لكن عاوز اقول تناول الكحوليات هل برضه بيؤثر في العقم عند الرجال؟ السموكينج طبعا او التدخين ماده النيكوتين من المواد اللي بتقلل كثافه حجم وعدد الحيوانات المنويه، وده حاجه الحقيقه مكتشفه مؤخرا. يعني كان زمان يمكن بنسال هذا السؤال ما كناش بنلاقي اجابات قوي، لكن الحقيقه حاليا تاكدنا فعلا ان النيكوتين والكافيين، حتى الناس اللي بتشرب قهوه وكميات كبيره ساعات، ده ممكن ياثر على عدد وحجم الحيوانات المنويه، وبالتالي يعني يؤثر على العدد والحجم وليس القدره. القدره هي الحركه لا، لكن لا هو القدره على الانجاب اصلا، يعني ما هو عدد قليل. لا الانصاب لا وان كان النيكوتين طبعا له دور شويه في التصلب الشرايين، فده ممكن يدخل معاه، لكن الاساس انه النيكوتين يؤثر على حجم وعدد الحيوانات المنويه، وبالتالي ممكن يبقى سبب من الاسباب المهمه في تاخير الانجاب. الالكول بقى او حضرتك بتقول الكحوليات طبعا بطريق غير مباشر بتؤدي الى مشاكل في الكبد. لان كل الناس الالكهوليكس دول بيبقى عندهم انزيمات الكبد بتاعتهم عاليه. انزيمات الكبد عاليه او تاثر في الكبد معناه برضو زي السمنه بيؤدي الى ارتفاع في نسبه هرمون الاستروجين. هرمون الاستروجين يعلى، هرمون الذكوره يقل، وبالتالي ده يؤدي الى نقص في عمليه انتاج الحيوانات المنويه. فطبعا شرب الكحوليات بكثافه او يعني الناس الالكهوليكس بيبقى دايما عندهم مشاكل في الانجاب. معانا تليفون تاني يا دكتور. الو سر. اهلا وسهلا، اتفضل. بكلم الدكتور اشرف. معاك الدكتور اشرف، اتفضل اسال على طول. اتفضل. الو. حضرتك معانا على الهواء، ويا ريت نوطي صوت التلفزيون شويه لو سمحت. واطي خالص التلفزيون. اتفضل معاك الدكتور اشرف، اتفضل السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. اتفضل. ازيك يا دكتور اشرف؟ اهلا. اتفضل. ده في مداخله معايا في غيرها. لا هو حضرتك اللي تتكلم وحضرتك اللي سمعنا. بس وطي صوت التلفزيون وتكلم التليفون لو سمحت. اتفضل. تمام. اتفضل. اسال سؤالك على طول لو سمحت. الو. اسال سؤالك على طول. لو سمحت انا كنت عايز اكلم الدكتور واقول له بس ان عندي مشكله. اتفضل سامعينك. في عنده ضعف ارتصاد. ايوه. من فتره كده. ايوه. وانا عندي 55 سنه. ايوه. يعني بعاني من المشكله دي من فتره، وعندي سكر على فكره. فمش عارف ده، يعني انا اعرف في اجهزه تعويضيه وفي حاجات من دي. حضرتك جربت اي حاجه يعني منشطات جنسيه عن طريق الفم يعني؟ يبقى ده يعني كتر خيرك. طيب شكرا جزيلا. وفي مشكله في الاتصال، في كواليتي الاتصال، مش في الاتصال. كنا عايزين اقول دكتور اشرف، هو بيتكلم بيقول انه هو عنده مرض سكر وعنده 55 سنه. ايه رؤيتك للحاله؟ طبعا هو زي ما لسه كنا بنتكلم دلوقتي على انه السكر من الاسباب المهمه جدا اللي بتؤدي الى ضعف القدره الانتصابيه او ضعف القدره الجنسيه. هل كل مرضى السكر؟ لا طبعا، لا مش كلهم طبعا. ده بيبقى غالبا مريض انكونترولد، يعني مش منظم قوي. وبالتالي ما بياخدش غالبا فيتامين بي اللي هو بيقي
الاعصاب من التهابات الاعصاب الطرفيه، غالبا بنلاقي المرضى ما عندهمش فكره عن الموضوع ده، ودي حاجه مهمه جدا. فبالتالي بيحصل المشكله دي، بيبقى عنده ضعف في الانتصاب. اول خطوه طبعا هو التشخيص. زي ما بقول لحضرتك احنا عايزين نعرف هل السكر لوحده ولا في فاكتورز تاني ولا في عوامل تانية معاه. هل هو كمان نقص في هرمون الذكوره، هل هو ساعات تسريب وريدي، هل هو عنده مشكله شريانيه. فاحنا بنعمل له مجموعه الابحاث، بنعمل له هرمونات، الاهمها طبعا هرمون الذكوره، وبنعمل له الموجات الصوتيه على القضيب، ودي حاجة مهمة جدا، بحيث ان احنا نقدر نشخص هل هو السكر لوحده ولا في حاجة تانية معاه. لو السكر لوحده بنبدأ معاه ببعض المحفزات الجنسية البسيطة الموجودة طبعا بجرعات احنا بنحسبها بالظبط، وبنديله فرصة وبيرجع لنا تاني. لو في استجابة بنقول له خلاص انت هتحتاج هذا المحفز عند اللزوم وتنتظم عليه، وممكن الامور تمشي بهذا الشكل وينتهي الموضوع. لو ما فيش استجابة نبدأ نبحث عن حلول اخرى زي ما هو اشار. بنبدأ نطرح عليه بعض البدائل. من ضمن البدائل المطروحة في هذا الوقت الحقن الموضعي، ولو اني زي ما قلت لحضرتك انا مش بفضله قوي، وتركيب جهاز موضعي داخل القضيب، وده بيبقى عن طريق الجراحه. تمام. معنا تليفون تاني. الو. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. لو سمحت اتفضلي. ممكن اشوف الدكتور؟ معاك الدكتور اشرف. اتفضلي. الو. اهلا وسهلا. حضرتك سامعينك، اتفضلي. معاك الدكتور اشرف. لو سمحت يا دكتور، انا كنت عملت عمليه حقن مجهري وللاسف ما حصلش يعني نصيب يعني. طيب. بعد كده يعني مش عارفه الدكتور قال ان الحيوانات المنويه نفسها في الخصيه ضعيفه، فادينا انا يعني الدكتور ادانا بعض الادويه، قال ان كنت منشطه، وبعد كده عملوا 3-4 مرات بعد كده. فهل الادويه دي في منها استجابه بعد كده؟ يعني ان انا عملتها قبل كده مره تاني فحصل حمل خارج الرحم يعني. الادويه دي حقن يعني؟ اداله حقن ولا اداله راس؟ لا فيتامينات بس زي كروميد كده وفوليك اسيد كده. اتفضلي. شكرا جزيلا. شكرا. اتفضل. هو طبعا لازم نبقى اي حد مقبل على تجربه الحقن المجهري يبقى عارف انه نسبه نجاح الحقن المجهري في احسن مركز في العالم لا تتعدى 20 الى 30%. وبالتالي يعني اعاده الكره دي ساعات بتبقى من الحاجات اللي المريض لازم يبقى عارفها في بدايه يعني هذا الطريق. اذا ما نجحتش في المره الاولى تنجح في المره الثانيه ممكن؟ طبعا لانها نسبه زي ما بقول لحضرتك. كون ان هو الزوج خد بعض الادويه احنا طبعا لو كانت الحركه ضعيفه احنا ما تهمناش قوي في الحقن المجهري موضوع الحركه، لان الحقن المجهري مبني على حقن الحيوان المنوي داخل البويضه، فالحركه يعني ما تهمناش قوي ادويه زياده الحركه. لكن ممكن في بعض الاحيان لو في أدوية بتقلل الزوجة، بعض الأدوية اللي بتزيد من خصوبة الحيوان المنوي نفسه اللي هي أشارت إليها ممكن استعمالها، ودي بتبقى في الجملة عبارة عن مجموعة من الفيتامينات. تمام. هننتقل للكلام عن البروستاتا دكتور أشرف. يعني الكلام فيها شائع وكتير وكلام متضارب كمان، لأن بعض الناس ما بيعرفوش الوظيفة، ما بيعرفوش طبيعة عمل البروستاتا في جسم الرجل. في الأول نعرف الوظيفة وايه اهم المشكلات الشائعه حتى في مصر. طبعا الغده البروستاتا الغده تقع تحت المثانه وتحيط بمجرى البول، مكونه من عده فصوص، 3 فصوص في الاغلب. الاساس الوظيفه بتاعه البروستاتا هي تمثل حوالي تلتين حجم السائل المنوي. يعني السائل المنوي جزء منه بسيط 20% تقريبا هو الحيوانات المنوية، والجزء الأغلب هو سائل من البروستاتا ومن الحواصل المنوية. الأساس بتاع الغدة دي إنها بتفرز سائل بيحتوي على سكر فركتوز يغذي الحيوان المنوي في طريقه إلى الإنجاب. يبقى هي المسؤولة عن التغذية بالظبط. وبتفرز أيضا بعض الإنزيمات، أشهرها الإنزيم الشهير اللي هو PSA اللي بيؤدي إلى إذابة أو هو المسؤول عن اللزوجة بتاعت الحيوانات المنوية اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي. فوجوده مهم جدا في تحويل السائل المنوي بعد القذف إلى سائل مائي.
تمام. هنتكلم عن بقى اهم المشكلات ولكن بعد التليفون. الو. ايوه اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. اقول لحضرتك الدكتور. اتفضل معاك الدكتور اسف. اتفضل. اتفضل. نمط العادة السرية هتأثر على السؤال بتاع العادة السرية هتأثر على الحيوانات ولا؟ تمام. اتفضل. اشكرك. شكرا جزيلا. اشكرك. اتفضل. العادة السرية وإدمانها لا تؤثر على عدد أو جودة الحيوانات المنوية، ولكن من ضمن المشاكل اللي بنشوفها في بعض الأحيان هو سرعة القذف. بعض المرضى اللي بنشوفهم كانوا مسرفين في العادة السرية بيبقى عندهم سرعة قذف وتحتاج في بعض الأحيان إلى علاج مستمر. تمام. تضخم زي ما قلنا دكتور، أهم المشكلات اللي بتصيب البروستات عند الرجال، ويعني تأثيرها سواء على القدرة على الإنجاب أو تأثيرها على العملية الزوجية. تمام. البروستاتا أهم المشاكل اللي بتصيب غدة البروستاتا مشاكل بتصيب الفئات عمرية مختلفة. في يعني عامل السن موجود فيها؟ طبعا مهم جدا. يعني الفترة ما قبل سن ال50 مثلا اللي ممكن يصيب البروستاتا هو التهابات البروستاتا او احتقان البروستاتا. التهابات البروستاتا انه بيبقى فيه الام اثناء القذف، بيبقى فيه حرقان اثناء التبول، الم ما بين الخصية والشرج، الالام محيطة بالحوض. بتبقى دي مجموع ما نسميه باحتقان البروستاتا او التهابات البروستاتا، وبيبقى علاجها طبعا المضادات الحيويه بعد تشخيص الميكروب الموجود وبعض الادويه اللي بتقلل احتقان البروستاتا. انما بعد سن ال50 او 60 بيبدا مشاكل مختلفه من نوع اخر خالص اللي احنا بنسميها تضخم البروستاتا. وتضخم ده يا اما بيكون تضخم حميد، وده نتيجة نقص في هرمون الذكورة. هرمون الذكورة من الحاجات اللي بتجعل حجم البروستاتا ثابت طول عمر الرجل. فمع نقص هرمون الذكورة بعد سن معين بتبدأ البروستاتا تتحرر من هذا العامل وتبدأ تتضخم شوية. التضخم ده زي ما قلت لحضرتك يا اما تضخم حميد، وده شائع جدا جدا طبعا بمشاكله على التبول، لان لسه بنقول ان هي تحتضن مجرى البول فبتضغط على مجرى البول، بتعمل مشاكل في اندفاع البول، بتعمل مشاكل في تجمع ماء بولي في المثانه، العيان يدخل كل شويه الحمام، البول بيقطع معاه، يبدا يشتكي من اعراض التهابيه او اعراض انسداديه. الحاجه الثانيه بقى طبعا المهمه انه ممكن يحصل نتيجه هذا التضخم انه بعض الخلايا اثناء انقسامها يحصل فيها تغير خلوي، يبدا يحصل فيها يعني غير حميد ما تضخم غير حميد بالظبط. ودي نقطه مهمه جدا جدا جدا، لانه ما فيش اعراض تميز الاثنين، اعراضهم واحده. فهنا ياتي دور البحث ودور دلالات الاورام المبكره اللي لازم نعملها دايما عند الاحساس بهذه الاعراض عشان نميز ونفرق ما بين التضخم الحميد والتضخم غير الحميد. تمام. معنا تليفون. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور، حضرتك انا عندي سرعه في القذف وعندي الام زي ما حضرتك بتقول في الحوض واحيانا بتجيلي حرقان وكده، بس حضرتك رحت للدكتور وعمل لي تحاليل للبروستاتا وما طلعش فيها حاجه، وطلعت البروستاتا قال لي زي الفل ما فيهاش اي حاجه خالص، بس انا مش عارف الاعراض دي بتجيني كيف لا يعني وكده. بس انا حضرتك كنت يعني انا مدمن عادة سرية يعني. تمام. شكرا جزيلا. هو طبعا زي ما كنا لسه بنشير دلوقتي انه الاسراف في العادة السرية بيؤدي الى سرعة القذف. سرعة القذف لها علاج دوائي دلوقتي بهدف الشفاء، يعني كنا زمان بندي علاج عند اللزوم ونقول للعيان خلاص امشي عليه بقى طول عمرك، لكن دلوقتي الحقيقة ممكن جدا جدا ان احنا ناخد الدواء دائم، ياخده كل يوم سواء في اتصال جنسي او مفيش، بياخدوا الفترة محددة ما بين شهر الى شهرين، وبنحصل على نتائج جيدة الحقيقة من هذا العلاج. كونه بيحس بقى ببعض الاعراض والبروستاتا طلعت سليمه، مش شرط طبعا كل اعراض بيشتكي منها دي تكون اعراض خاصه بالبروستاتا، انه واضح حتى من صوته ان هو صغير في السن. فدي ممكن تكون اعراض التهابات في المثانه، التهابات في مجرى البول، لازم يعمل تحليل بول، موجات صوتيه على المثانه قبل وبعد التبول، بحيث ان ومزرعه للبول، بحيث ان هنعرف ايه سبب الالام اللي بيشتكي منها. يعني ازاي نفرق ما بين التهابات المثانه دكتور اشرف حتى من حيث الاعراض
وما بين مشكلات البروستاتا بما انهم يعني في منطقه او اقرب يعني طبعا يعني ازاي نفرق انه في هنا احتقان او في تضخم او التهاب وفي المثانه العكس؟ تمام. كلينيكيا او يعني بالكلام مع المريض ممكن ناخد بعض الحاجات اللي ترشدنا. دايما التهاب المثانه بيبقى مصاحب بمشاكل مع البول، لان المثانه بول، بروستاتا قصف. فالمشاكل البوليه معظمها بتبقى خاصه بالمثانه. لو في بقى الام اثناء القصف او زي ما قلنا حرقان اثناء القصف نفسه، غالبا دي اتجاه ناحيه البروستاتا. الالم نفسه مكانه مختلف. البروستاتا لما بيصدر عنها الم بيبقى الالم موجود في مكان له علاقه بالتشريح بتاعها ما بين الخصيه والشرج. اما الالام بتاعه المثانه فبتبقى اسفل البطن في معظم الاحوال. نيجي بقى للتشخيص، وده بيتم عن طريق تحليل بول او تحليل سائل منوي. وبنعمل لان سائلين انه سائل منوي يحتوي على 70 او 80% منه سائل بروستاتا، فبنعمل تحليل سائل منوي ومزرعه للسائل المنوي عشان نشوف التهابات البروستاتا اخبارها ايه، الصديد نسبته قد ايه، ايه المضاد الحيوي المناسب وهكذا. فبمجرد الهيستوري او التاريخ المرضي مع بعض التحاليل البسيطه نبدا نفرق بين الاثنين. تمام. سريعا دكتور، يمكن بقى لنا دقيقه، عاوز اقول مساله الناس اللي يعني ما بتدخلش الحمام بشكل منتظم وبتتاخر، ايه تاثيره يعني؟ طبعا على المثانه. طبعا حضرتك بتشير لنقطه مهمه جدا، انه عندنا في موضوع مهم جدا في علم المسالك البوليه اسمه المثانه العصبيه. والمثانه العصبيه يا اما عدد مرات تبول كتير، يا اما المثانه مش بتفضي كويس. وبالتالي سريعا خلاص وبالتالي التفرقه منهم ممكن بتبقى بالبحث دلوقتي جديد اسمه ديناميكيه التبول، نقدر نفرق بين الاثنين بكل سهوله. تمام. دكتور اشرف، بشكرك جدا جدا على وقتك وعلى تشريفك لينا، ونتقابل في حلقات قادمه باذن الله. شكرا دكتور. سنه وحضرتك طيب. انت طيب. اعزائي المشاهدين، في نهايه هذا اللقاء بنشكر ضيفنا النهارده الدكتور اشرف عبد السميع، استشاري جراحه المسالك البوليه والتناسليه وامراض الذكوره، واشكر حضراتكم على حسن المتابعه والى اللقاء. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.